سلام و وقت بخیر. میخوایم چند تا کلمه و جمله به فارسی یاد بگیریم. أهلا وسهلا أحبائي، بنتعلم چند كلمة وجملة بالفارسي. خب، امروز، امروز، اليوم، امروز، دیروز، دیروز، أمس أو البارحة، خانه، خانه، بيت، بيت يعني خانه، غذا، 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 أكل، أكل بمعنى غذا، غدا، الغدا بمعنى نهار، نهار يعني الغدا، بسوی أو بسمت، بسوی أو بسمت يعني إلى، دار، دار يعني في، دير، دير، متأخر، متأخر بمعنى دير، برگشتم، برگشتم يعني رجعت، برگشتم، خوردم، خوردم، أكلت، خوردم. هسه نريد نترجم هاي الجمل. الان میخوایم این جمله ها رو ترجمه کنیم. اليوم رجعت لبيتي متأخر. اليوم بمعنى امروز. رجعت نخلي الأفعال بنهاية الجملة بالفارسي، يعني نخلي الأفعال بالفارسي بنهاية الجملة. فعلها رو در فارسی پایان جمله قرار میدیم. اليوم يعني امروز. لبيتي، لبيتي بمعنى بسمت یا بسوی، يعني على بيتي. بسمت لو بسوی. بيت بمعنى خانه، بيتي يعني خانه من. متأخر دير. رجعت يعني برگشتم. امروز به خانه‌ام دیر برگشتم. البارحة أكلت الغداء. البارحة أكلت الغداء. البارحة بمعنى شنو؟ البارحة ديروز، ديروز. الغداء يعني غذا أو نهار. نهار بمعنى الغداء. أكلت يعني شنو؟ خوردم، خوردم دیروز نهار خوردم. الغداء نهار. البارحة دیروز أكلت خوردم. هسه جا دوركم. شنو